في إحدى الأحياء الشعبية بالقاهرة، حيث منزل صغير بسيط يروي قصصاً عن الجهد والصبر. في هذا المنزل نشأ يحيى، طفل يملك شغفاً للتعليم رغم الفقر الذي يكبل عائلته. في لحظات الهدوء كان يحيى يجلس بجوار نافذة صغيرة تضيء بالكاد غرفته، ممسكاً بكتاب قديم مستعار من مكتبة المدرسة. كانت والدته التي تكدح في تنظيف البيوت تنظر إليه بعينين مليئتين بالفخر، رغم أنهما تملأهما أيضاً دموع القلق. يا يحيى، الظروف صعبة، بس العلم هو السلاح الوحيد اللي ممكن يغير حياتنا. كانت كلماتها هذه تبقى محفورة في ذهنه، وكأنها وعد يجب أن يفي به. تمر الأيام ويواجه يحيى العديد من التحديات. في بعض الأيام كان يجبر على العمل بجانب المدرسة ليساعد في دخل أسرته. أنا أحياناً كرأوني يعلمان مهكمين قط. كان يقول لنفسه: التعليم هو النور الذي يطرد الظلام، مقتبساً من أحد المعلمين الذين كان لهم الفضل في دعمه. في لحظة فارقة في حياته جاءته فرصة للحصول على منحة دراسية في إحدى جامعات القاهرة الكبرى. كان ذلك بمثابة شعاع الضوء الذي اخترق السحب الداكنة. لكن الطريق إلى النجاح لم يكن سهلاً. كان يحيى يذاكر لساعات طويلة في المكتبات العامة لأن لم يكن يمجميلاً لشراء الكتب. تعرض للفشل في أحد الامتحانات، لكنه تعلم من الخطأ وقرر أن يصبح أكثر تنظيماً وأكثر إصراراً. بعد سنوات من الجهد وبتوفيق من الله، تخرج يحيى بمرتبة الشرف. غير أن النجاح الحقيقي جاء ما حصل على فرصة لاستكمال الدراسات العليا خارج مصر. قرر التخصص في مجال نادر: التكنولوجيا الحيوية الزراعية. بعمله المستمر أصبح اليوم أفضل الجامعات في العالم، وعلى وجه التحديد جامعة كامبريدج، ملهم الطلاب من مختلف الخلفيات. في كل محاضرة له يبدأ يحيى بالقول: التعليم هو الاستثمار الوحيد الذي لا يخسر أبداً. وكما قال الفيلسوف المصري مصطفى محمود: الرحلة إلى العلم تستحق كل التضحيات. لم ينسى يحيى جذوره، فعاد إلى مصر وبدأ مبادرات لتقديم الدعم المادي والمعنوي لطلاب المناطق الفقيرة، مؤكداً: ما وصلته ليس لي وحدي، بل للأجيال الجديدة التي يجب أن تؤمن أن الحلم يبدأ بخطوة صغيرة. تضحك والدته الآن وهي جالسة في الصف الأول في إحدى محاضراته العامة، تقول بفخر لمن بجوارها: هذا ابني الذي كنت أخشى أن يكسر الفقر ظهره، لكنه أثبت أن الإرادة تغير كل شيء. ينتهي المشهد بأصوات الطلاب الذين يملأهم الحماس، وخروج يحيى من القاعة وسط جمهور يهتفون: الشغف بالعلم يصنع المستحيل.